بتصحى من النوم رقبتك وجعاك ومخشبه قوي، ده عادة بيبقى بسبب البلاوي اللي انت بتعملها قبل ما تنام. يعني مثلا لو قاعد في الوضع ده والدنيا كلها جايه من الرقبه كده وتاني المخده عشان تقرا حاجه، هتقعد مثلا على الموبايل بتاعك في الوضع ده، الاحسن تعمل ايه؟ الاحسن ان انا اجيب مخده كبيره زي كده ومخده رفيعه اسند عليها دماغي بحيث كل عمودي الفقري يبقى متساوي. والقعده اللي انا بقعدها على اللابتوب دي كده اهو وانا ظهري متزحزح لقدام، خليني تاني رقبتي كده جامد، احط مخده وارجع مؤخره لورا وافرد ظهري على المخده دي كويس. قعدت كده اهو كده عمودي الفقري بقى مفرود تاني ورقبتي مظبوطه. اما بالنسبه لتنقيه المخده الصح والمخده الغلط، المخده العاليه قوي اللي بتخليك متني كده ولا مخده واطيه بتخليك مرمي لورا كده، ده غلط برضو. المهم بالنسبه لي تكون مخده متوسطه بحيث ان هي تخليك كانك قاعد مفرود، ويكون فيها الكيرف ده عشان تمسك الفقرات، تعمل سبورت للفقرات. طبعا بالنسبه للي بيناموا على جنبهم المخده العاليه قوي اللي تانية الكيرف جامد كده، ده غلط طبعا. ولا برضو تكون واطيه بزياده تكون راسك واقع كده، ده غلط جدا. حاجه كده تكون في النص، تكون بالظبط بسمك كتفك بحيث ان انت لا راسك تكون واقعه قوي ولا راسك تكون مرفوعه قوي، تكون راسك في النص كده مع عمودك الفقري. خلي بالك من اوضاعك قبل ما تنام، وخلي بالك من اوضاعك وانت قاعد، خلي بالك من اوضاعك وانت نايم. ان شاء الله وجع الرقبه، الصداع، وكلبشه الرقبه اللي تصحى بيها دي هتبقى احسن بكتير وفي اقل من اسبوع. الله اعلم.